تعالي اقولك على وصفة حلوة قوي ممكن تعمليها لعشاق القهوة. كل الناس اللي بتحب النسكافيه وبتحب القهوة هيعشقوا الوصفة دي. لو انت اول مرة تشوفيني، انا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. الوصفة اللي عندنا دي اسمها حلو القهوة، ده انا اللي سميتها كده. انا عندي دلوقتي كيس بسكوت نص كيلو. البسكوت يا جماعة انا جايباه بالقرفة اللي هو باللوتس. انت ممكن تستبدليه بالشوكولاتة او بسكوت فانيليا، حسب رغبتك زي ما انتي بتحبي. بس انا الوصفه اللي انا بعملها هيليق عليها البسكوت ده قوي. ومعايا 3 اكياس جبتهم قهوه سريعه الذوبان. هستخدم منهم دلوقتي في الوصفه بتاعتي كيسين هعمل بيهم الكريمه، وكيس هعمل بيه كريم شانتيه. انا دلوقتي فرمت البسكوت بتاعي في الكبه، نزلت عليه بكوبايه زبده سيحتها وهديت شويه، وبعد كده هنزلها على البسكوت بتاعي وهقلبهم مع بعض. لازما البسكوت كله يدخل فيه الزبدة اللي انا نزلتها عليه، ما يبقاش فيه جزء فيه زبدة وجزء لا. كده تمام. هبدأ اجيب القالب بتاعي، هنزل بالخليط بتاع البسكوت، وهبدأ ان انا افرده بايدي واتك عليه كويس قوي عشان هدخله التلاجة يجمد شوية في التلاجة. هعمل دلوقتي الطبقة التانية. عندي نص كيلو لبن، هنزل عليه بمعلقتين نشا، هدوبهم قبل ما اللبن يسخن. ويستحسن لو انتي دوبتيه بره قبل ما تحطيه على النار. وبعدين حطيت معلقتين دقيق، وبعديها ضفت عليه 3 معالق سكر. وممكن تحطي 4، مفيش اي مشكلة، هو كان سكره قليل جدا. وبعدين رشة فانيليا. هقلب المكونات كلها مع بعض عشان ما يبقاش في اي تكتلات عندي من الدقيق والنشا اللي انا حطيتهم. وبعد كده هنزل بكيسين من القهوة سريعة الذوبان، وهسيب كيس. قلبته كويس قوي. لو انت حابة ان انت تدوبيه في نص كوباية مية او ربع كوباية مية الاول، وبعد كده تنزليه على الكريمة بتاعتنا، مفيش اي مشكلة. الوصفة بتاعتنا ممكن وهي على النار تنزلي عليها مكعب زبدة. انا نزلته بعد ما خلصت وشلتها من على النار، هحط مكعب الزبدة، انت عايزة تحطيها براحتك وهي على النار. نزلت بنص الخليط على البسكوت، والنص التاني هحط عليه الزبدة وهقلبه هدوبه معاها كويس قوي. وبعد كده هنزل بيه على بقية الخليط بتاعي. ما فيهاش اي مشكلة لو انت حطيتيه الزبدة وهي على النار على الخليط كله عادي. هبدأ افرد الطبقة بتاعتي، وبعدين هدخلها التلاجة. كده هساوي الاطراف بتاعتها عشان تبقى نظيفة، وبعد كده هدخلها التلاجة تجمد. هعمل دلوقتي اخر طبقة معايا، هعمل كريم شانتيه. جبت كيس دريم، انت عايزه تكتري براحتك، بس المقدار بتاع كيس دريم فرد معايا وكان حلو قوي على المقدار بتاعي اللي انا عملته. وحطيت عليه شويه لبن وهضربه بالمضرب. هنزل باخر كيس قهوه معايا وهدوبه وهضربه بالمضرب كمان مره، علشان خاطر النسكافيه يبقى طعمه كله في الكريمه اللي عندي. هدخل الكريمه الفريزر او التلاجة تجمد شويه. بعد كده بعديها بساعة مثلا طلعت ال البسكوت والكريمة بتوعي مسكوا. وبعد كده هنزل عليها بالكريم شانتيه بتاعي، هفرده عليها كويس قوي واسوي الاطراف. وبعد كده هنزل عليه بصوص شوكولاتة. انتي ممكن تحطي صوص كراميل، ممكن تحطي صوص لوتس، بس انا حبيت ان انا انزل عليه بصوص شوكولاتة. هيديله طعم حلو قوي وهيبقى لايق قوي على النسكافيه بتاعي اللي هو كل حاجة اللي انا حاطه فيها القهوة هتليق قوي مع الشوكولاتة. بدأت اعمل لها شكل كده عشان يبقى شكلها حلو لما اجي اقطعها بالمنظر ده. ايه رأيكم؟ كل الناس اللي بتحب القهوة هتعشق الوصفة دي قوي. جربيها بجد، هتعجبك جدا وسهلة، من غير فرن ومن غير اي حاجة تعبتنا. احنا خلصناها في ثواني، ما خدتش مننا اي وقت، وطعمها تحفة بجد، هيعجبكم قوي. انا بقطع قطعة قدامك دلوقتي اهي. ممكن تسيبيها اكتر من كده تمسك شوية في التلاجة، هتبقى احلى واحلى كمان. عندنا دلوقتي طبقة البسكوت اللوتس، فوقيها طبقة الكريمة اللي انا عملتها بالقهوة، وعليها الكريم شانتيه اللي عليه قهوة، وبعدين حطيت عليها صوص الشوكولاتة. تخيلوا يا جماعة الطعم هيبقى عامل ازاي. فعلا خطير، جربيها هتعجبك جدا. ما تنسوش بقى لما تجربوها تقولي رأيكم في الكومنتات. واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويدوس لايك للفيديو.